بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. كل سنة وانتم طيبين، واللهم بلغنا رمضان القادم. النهاردة بقى افطارنا محشي مشكل كده ماشي مع فرخة بلدي حلوة. طبعا انا مقورة الكوسة والبتنجان وقليت البصلية، ودي الطماطم انا حاطة عليها بنجراية، البنجر اللي انا سلقاه. مش بحب احمر البصلة جامد عشان ما يتعبناش برضو المحشي. كده انا خلصت التقلية بتاعتي جهزتها، وعندي بقى الخضرة جايلنا من الغيط، كل حاجة عندنا الحمد لله. وعندي هنا الكوسة متقورة والبتنجان، وشوية ورق خاص كده احتجتهم هعملهم، ما احتجتهمش مش هعملهم. ورق الخاص انا بسلقهوش، بحطه في مية دافيانة بس، وبحط له ملح. وعندي هنا الفرخة البلدي بتاعتنا، فرخة ونص يعني، نقعاهم يعني انا غسلتهم ونقعتهم مية بملح بليمون، في برتقانية لو عندنا قشرة برتقانية اي حاجة. اهم حاجة نقعها حلو علشان ما احسش حتى بالشوربة زفرة. غسلت الرز بتاعي طبعا، نزلت عليه الصلصة اتسبكت، والخضرة بتاعتي غسلتها، انا بغسلها وبعدين بقطعها، وبحب اكتر خضرة للبصل. وطبعا انا كنت حاطة بقى ايه، مرق دجاج، وحاطة كمون، وحاطة فلفل اسود، وحاطة بهارات، وحاطة ملح، بس بحب ازود كده وانا بقلب. وحاطة طبعا شوية سكر في الصلصة، وحاطة فلفل حامي، وحاطه لها زيت وقدام بتاعها، بس ايه بزود لها شويه كده عشان اللمع. وكده ايه جهزنا المحشي بتاعنا. يلا بقى نتوكل على الله ونحشي. معلش عشان الكشاف كان طافي. الكوسه انا هطيبها في الصينيه كده على البوتاجاز، وبتبقى متحمره وبتبقى جميله، وهتشوفوها عامله ازاي. بحشيها مش بكبسها في الحشوه، الكوسه مش بكبسها لان عشان ما تبقاش نيه. والكوسه بطبيعتها مش بتاخد ميه كتير، حتى لو هي محشي مش بتاخد ميه كتير لان هي بتنزل ميه. هنا بقى هحشي ورق العنب، انا فرشه الورق الخاص ده فيها عشان اما اقلبه يبقى مظبوط. وبحب احط الورق العنب بصلايه كده مبشوره بشويه فلفل اسود وليمونايه، بصلايه صغيره وليمونايه، عشان احس بمزازه العنب ورق العنب فيها. يعني انا رشلها شويه فلفل اسود عشان البصله ايه ما تعملش ريحه مش عاجباني، وعصر الليمونيه دي عليها وهنزلها فيها. احنا بنحب المزازه بتاعت ورق العنب. ورق العنب ده انا مفرزاه عندي ان شاء الله، ايام ورق العنب اوريكم تفريز العنب بطريقه بقالي كام سنه بفرزه بيها، وبيطلع من الفريزر يعني بصوا اكن انتوا لسه شاريين. هبتدي بقى انا بحشي على المقلوب، بخلي العروقه والناحيه الخشنه في الورق العنب ناحيه جوه اهو. والطريقه دي زي ما انتوا شايفين بلم الجناب على بعضها وبحشي اهو. الورق ده انا مفرزاه من السنة اللي فاتت عندي، انا شايفة ورق عنب في السوق بس انا عندي لسه الحمد لله، فما بشتريهوش الا لما بيريح خالص باجي اشتري للتخزين يعني. ان هو لسه غالي دلوقتي، انا مش عارفة هو بكام دلوقتي بس هو غالي، انا ما اعتقد انه هيعدي 50 كمان. شايفين الجمال اهو. عشان بوريكم بس ايه الحشيان. انا عارفة في اساتذة، بس في ناس برضو يعني ما بتعرفش تحشي. بقلب الورقة، بخلي العروق دي جوه عشان الورقة من بره تبقى بتلمع اهي، زي ما انتوا شايفينها كده. وادي بقى ايه خلصت انا الحشو بتاعي، خلصت. ادي الورق، ورق العنب ولا حباية رز، وهتشوفوه دلوقتي كمان. وطبعا علقت على الفراخ بتاعتي، حطيتها تتشوح شوية، ونزلت لها، انا حطيتها تتشوح بالبصلة بفلفل اسود، ونزلت لها الطماطم حطيتها تتشوح برضو، وبعدين نزلت لها المية سخنة. انا بغلي المية للطيور عشان تنزل تغلي على طول، ما اشمش ريحة زفارة للشوربة ولا حاجة. طبعا عملنا بقى ايه عصير جوافة، كان عندي جوافة كنت جايباها وما اتاكلتش، حطيتها في الفريزر زي ما هي، مش هتزعلني لان هي نظيفة وجميلة. ابتدي بقى هنا اولع على المحشي بتاعي. خلاص ما عادش على الفطار يجي ساعة ونص. باخد شوربة وبعمل حساب الملح،
كده كده انا الشوربه ما بحطلهاش ملح لما بتقرب تستوي عشان ما تاخدش سوا. الكوسه يا جماعه ما تحطلهاش شوربه او ميه كتير، لان الكوسه ما بتاخدش ميه كتير. ورق العنب هحط له ميته، هغطيه. هبتدي ايه اقلب الكوسه، هقلبها بالمعلقه كده بالراحه اهي، شايفين؟ لان انا مش بتك عليها جامد وانا بقورها كده، بخلي فيها لحم عشان نحس بطعم الكوسه فيها. فتلاقيها ماسكه نفسها معايا حتى وهي مستويه، ماسكه نفسها مش مهريه. هتشوفوها عامله ازاي دلوقتي، وهتتحمر منها فيها في الصينيه، لا هعوز زيت ولا هعوز حاجه. واحنا حبيناها حتى في الحله، حتى على النار كده. انا ما كنتش بعملها الا في الفرن، من بعد ما جربتها كده في الحله وعلى النار، لا بقت عجباني خالص بصراحه. وادي ورق العنب بتاعنا اهو بيغلي، برضو بحط له الميه المعقوله بتاعته او الشوربه المعقوله بتاعته. بص عشان مقفلاه كويس، مفيش رز ولا حاجه فيه من بره. وهتشوفوا لما اقلبه هيبقى عامل ازاي. يعني عشق ورق العنب ده العشق بتاعي والله، والكوسه. وادي الكوسه بتاعتنا اهي، بقلبها واحده واحده. وحطيت طبعا قرنين فلفل معاها، انا بحب الفلفل المحشي. وهنا بقى نعمل العصير بتاعنا، لانه خلاص فاضل على الفطار ايه حبة صغيرين، يا دوب المحشي بتاعي يتشرب وحمر. ضربتها طبعا، دي ما حطيتلهاش لبن. وادي العصير بتاعنا. احنا لازم اساسي عندنا التمر كل يوم، لازم اساسي التمر والبلح كل يوم. هنا بقى نقلب ايه، نقلب شوية المحشي بتاعنا. انا مش عاملة كتير لان احنا في الصيام اكلنا مش كتير. اقلب بس الفرخة بتاعتي. وهنا شايفين الجمال، شايفين المحشي ما شاء الله يعني. وبصوا القعر بتاعها مظبوط، السوا بتاعها مظبوط. بصوا يعني انا بهديله اول ما بيغلي كده واحس ان هو خلاص بروح مهدياله النار. شايفين البصلايه بقى، شايفين الجمال بقى. يعني ايدينا بتعمل احسن حاجه، ولا نشتري ولا نعمل. وادي بقى الكوسه والفلفل في الصينيه، شفتوا احمروا ازاي؟ ولا زيت ولا حاجه، احمرت لوحدها في الصينيه. وده فطارنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوناش في التعليقات واللايكات. بحبكم في الله. تعليقاتكم يا جماعه، لايكاتكم. بحبكم في